يلا نبدأ مع بعض. ما تحاولش تاخد مساحة في حياة شخص أكتر من اللي هو حددها لك، عشان العشم الزيادة هيكسرك وهيدمرك قوي. أسوأ شخصية ممكن تقابلها في حياتك اللي بيشوف نفسه فوق مستوى الغلط، اللي هو أنا ما بغلطش، اللي مبدأ الاعتذار عنده معدوم مهما غلط أو أذى حد، عنده مبرر لكل حاجة، وكمان هيطلعك انت اللي غلطان وهيستناك انت اللي تعتذر منه. الشخصيات دي بتبقى مرهقة جدا جدا نفسيا ومعنويا، والعتاب معاهم بيبقى تضييع للوقت، لانهم مش سالكين، ما بيبقوش سالكين اصلا. خليك عارف دايما ومتأكد ان محدش بيجتمع على حب حد خالص، بس خلينا متفقين برضو ان في ناس في حياتنا تعتبر شوية تعابين كده متلونة، ممكن تستكتر عليك نعمة الفرحة، تستكتر عليك نعمة ربنا مديها لك، أو ميزة ربنا ميزك بيها، أو حاجات كتيرة قوي. الناس دي على قد ما بتبين ليك إنها بتحبك، انت جواك حاجة كده بتقولك خد بالك من الناس دي، الناس دي مش بتحبك. زي ما تقول كده جواك جرس بيرن عشان ينبهك ويقولك خد بالك من شوية التعابين اللي حواليك اللي متلونة. وقتها بتسأل نفسك السؤال المعتاد: طيب مش بيحبوني ليه بيقربوا مني؟ ليه عاملين حبايبي؟ وهنا بتقرر تبعد وتتجنبهم بقى، وبيكون ده قرارك الأخير، بس بيكون متأخر، اللي المفروض كنت خدته من زمان. هنا بقى بتتعلم ان مش اي حد يقرب منك يبقى بيحبك، مش اي حد يقولك بحبك يبقى بيحبك، ولا اي حد بيضحك في وشك يبقى بيحبك وبيتمنى لك الخير. ناخد بالنا قوي من الناس دي، عشان الناس دي بجد بقت خطيرة علينا قوي وعلى حياتنا. هم موجودين في حياتك بس على شكل تعابين متلونة، عشان بس يبخوا في حياتك سم مش اكتر. نصيحتي بقى دلوقتي هقدمها ليكي انتي، حاجة مهمة جدا لازم تعمليها وتتعلميها كويس قوي. ايوه انتي اللي بتشاهدي الفيديوهات دلوقتي، ما تبقيش انتي الجامدة طول الوقت، ولا اوعي تبقي العمود اللي الكل لازم يكون مسنود عليه. ما تبقيش انتي التاجر والكهربائي والسباك واخر واحدة ممكن تاكل او تشرب، واخر واحدة اصلا تفكر تجيب لنفسها لبس او حاجة جديدة، او تفكر حتى تاخد بريك تريح نفسها او تبص لنفسها في المراية وتهتم عشانها هي، عشان نفسيتها مش عشان حد. ما تكتميش جواكي التعب والوجع، خدي وقت اللي يكفيكي انتي للراحة عشان تعرفي تكملي، حتى لو 3 ساعات، عشان ترجعي كده لنفسك. اقعدي ال3 ساعات دول في اي مكان، اي هدف بصي عليه، واستمتعي بالفضا، صحتك انتي بالدنيا. ما تفتكريش انك بتضحي عشان حد، عشان اول ما هيتقالك محدش قالك ضحي، هتكتشفي انك ضحيتي بنفسك على الفاضي، وعمرك هيتسرق من غير حتى ما تحسي، وتعجزي قبل الاوان. اياكي تنسي نفسك وتيجي عليها بزيادة قوي، لانك هتنسي وهتبقي اي حاجة اكبر من طاقتك، فرض وواجب
فرض وواجب عليكي انت. افتكري اللي بيهون على نفسه بيهون على اي حد. الحياة بتتعاش مرة واحدة بس. في حياتنا ناس ساذجة قوي، فاكرين ان سكوتنا ضعف، وفاكرين ان صبرنا والتهاون في حقنا، وفاكرين طيبتنا قلة حيلة مننا. ميعرفوش ان قوتنا ان احنا عادي زي اي حد، ممكن نقدر ان احنا نرد بس ما بنردش، نقدر نجرح بس ما بيهونوش علينا، نقدر نأذي بس ما بنعملش كده. تقدر تبعد وتبيع بس انت اصيل، مش من طبعك انك تبيع. القوة الحقيقية فعلا في تربيتك واصلك، انك بتكون جدع وطيب واصيل رغم انك قادر قوي تكون العكس. ابشع نوع من البشر موجود حوالينا هو النوع البياع، النوع كده اللي ملهوش عزيز. الناس يعتبر اللي بيتقال عليهم القلابة، اللي تعاشرها سنين وفي ثانية ينكروا خيرك وينسوا الحلو اللي انت عملته لهم ويتحولوا لألد أعدائك. الناس دي قادرين يندموك على طيبتك وثقتك في الناس اللي حواليك، قادرين يندموك على أي نسخة طيبة فيك. فادعي ربنا دايما يبعد عنك شر الناس الناقصة ويبعد عنك مكرهم. ونختم الفيديو بتاعنا النهاردة بنصيحة. نصيحتي ليكم النهاردة، أي حد يحسسك بأي إحساس وحش اعتبر انه مش موجود في حياتك، او اي حد يأذيك سواء بالفعل او بكلام ابعد عنه على طول. اي حد مش مقدر قيمتك في حياته اخسره فورا، حتى لو هتبقى لوحدك. كفاية عليك نفسك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. مستنية رأيكم في الفيديوهات بتاعتنا في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو اول مره تشاهدونا الفيديوهات ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وطبعا رأيكم في الفيديوهات بتاعتنا يهمنا جدا جدا جدا. هنستنى رأيكم في الفيديوهات بتاعتنا في الكومنت.